السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلب طلاب تالتة إعدادي، عاملين إيه يا أبطال؟ بتكون كده بصحة وسعادة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله يا أبطال هنبدأ مع بعض شرح وحل كتاب المعاصر إنجليزي 2026 المنهج الجديد. عايزك تركز معايا وتهدى معايا وتصبر معايا، هتلاقي كل حاجة سهلة وبسيطة إن شاء الله. هنشرح وهنحل وهنفصص كل حاجة بالتفصيل. هو منهج تقيل، وأنا بقولك من أول أهو هو منهج تقيل، ولكن إن شاء الله مع الاستمرار والمذاكرة كويس والمراجعة كويس كل حاجة إن شاء الله هتبقى حلوة وتمام. نبدأ إن شاء الله مع بعض الفيديو ده، نقرأ ونشرح أهم كلمات الدرس الأول والتاني. وطبعا زي ما انتم عارفين عندنا قصة على كل يونت، عندنا شابتر في قصة برضه هنظبطها وهنعرف كل حاجة في وقتها. عايزك تبدأ معايا واحدة واحدة، والحاجة اللي أقولك عليها مهمة اعرفها، ركز عليها لأنها هتلاقيها قدامك في الامتحان إن شاء الله. نبدأ مع بعض ونشوف يونت 1. العنوان يا أبطال personal identity. personal identity. personal identity يعني الهوية الشخصية. personal identity. identity دي يا أبطال لها اختصار مشهور جدا اللي هو ال ID. ID ده اختصار مشهور جدا ل identity اللي هي الهوية. ID card اللي هي بطاقة الهوية، زي مثلا البطاقة بتاعتك أو الباسبورت والحاجات دي كلها. ف personal identity يعني الهوية الشخصية. أول كلمة المفروض تعرفها personal identity. تمام؟ نروح مع بعض على أول مجموعة كلمات، وأول مربع ده يا أبطال أهم مربع في كل الوحدة. أهم مربع في كل الوحدة المربع الأولاني ده في أول الوحدة أو في أول كل درس. احنا عندنا درس أول وتاني وتالت، والمفروض الرابع ده بيبقى قصة، والخامس والسادس. أول مربع في أول كل درس مهم جدا جدا جدا، لازم اللي احنا إيه يا أبطال لازم نعرفه. تمام؟ تمام. تعالوا بقى نشوف الأسئلة أو الكلمات اللي هنا ونشوف فيها إيه. أول كلمة معناها يبدو أو مظهر، يعني هي بتيجي فعل بمعنى يبدو وبتيجي بمعنى مظهر، تبقى اسم هنا اللي هي look. يبدو اللي هي إيه؟ look. يقول لك مثلا you look smart. أنت تبدو أنيق. أنت تبدو أنيق. تمام؟ هنا look هنا فعل يبدو، لما عايز أقول مظهري أنيق فهقول my look is smart. هنا المثال التاني دي look هنا اسم my look يعني مظهري. مظهري يكون أنيق، فهي بتيجي فعل وبتيجي ايه ابطال اسم. هويه الكلمه اللي في عنوان الدرس عندنا مهمه جدا جدا جدا. identity. اقرا معايا identity. identity معتقد او مبدا اللي هي belief. ما تقولش believe، لا، لان believe دي معناها يؤمن. هنا فعل بقى يؤمن او يصدق. انها belief. belief بالاف belief دي معتقد او مبدا. نوع الكلمه نون هنا. تمام؟ اسم يعني فريد من نوعه او مميز، حاجه فريده من نوعها. يونيك. يونيك اليو والايه في الاخر ما نطقناهمش. يونيك فريد او مميز. اكتشاف الذات كلمه مهمه جدا جدا. سيلف ديسكفري. سيلف ديسكفري. سيلف ديسكفري. تمام؟ القوة أو قدرة على التحمل كلمة مهمة جدا جدا جدا. strength. strength ما تنساش تطلع لسانك في التي. strength. strength. شخصية personality. personality يعني شخصية. personality يعني ايه أبطال؟ شخصية. تميز أو تفرد. تعال نقسمها واحدة واحدة، هي كلمة كبيرة شوية ولكن مع التقسيمها إن شاء الله هتبقى سهلة وبسيطة. أنا عندي كلمة فرد معناها individual. فرد يعني إيه؟ individual. N D V أهي N D V. الدي واليو دول بنطقها ج ج. individuality. individuality. individuality انطقها معايا individuality. individuality. تمام؟ individuality اللي هي تميز أو تفرد، يعني حاجة مميزة. تمام؟ نضوج growth. growth. growth.
growth طبعا انت عارف grow اللي هي ينمو او يزرع، انما growth النمو او النضج. تمام. خلفية اجتماعية background أو نشأة. background يقدر أو قيمة أو يقيم value حقيقي أو واقعي. real بتساوي كلمة true معناها حقيقي أو واقعي. الثقة confidence معناها الثقة confidence. ما بتكاش على الإن أو ما أقولش confidence، لا confidence. احترام الذات self-respect. نقطة الضعف weakness، ما خدنا strength اللي هي القوة أو نقطة قوة. طب نقطة الضعف weakness، أعرف الاتنين دول عكس بعض. جراح للقلب heart surgeon. جراح قلب heart surgeon. أمراض القلب بقى heart diseases اللي هي أمراض القلب. أهم مربع لازم تعرفه، تعالى نقراهم بسرعة كده. lock identity belief unique self-discovery strength personality individuality growth background value real true confidence self-respect weakness heart surgeon heart diseases. تمام. مربع مهم جدا. تعال بقى نشوف بعض الأسئلة اللي عندنا. ولكن my is who I am inside يعني بالداخل. not my look ليس مظهري. اهي my look كده اهي ليس مظهري. يقول لك my ايه ملك هنا يكون ما أنا عليه بالداخل، ما أكونه بالداخل. not my look وليس مظهري. يبقى أنا بتكلم هنا عن إيه؟ عن الشخصية identity أو الهوية. يبقى هنا identity هتكون رقم 1. some plants are بعض النباتات تكون إيه؟ هنشوف. so لذلك you can't find them anywhere else لا يمكنك أن تراهم في أي مكان آخر. إيه؟ آخر. يبقى النباتات دي إيه أبطال؟ فريدة من نوعها. unique يعني فريد من نوعه. self leads you to success. ايه النفس يقودك الى النجاح. lead you to يقودك الى. تمام. ايه بقى يا ابطال؟ self ايه؟ real حقيقي؟ لا. confidence ثقة بالنفس. هي self confidence معناها الثقة بالنفس. self confidence لما عايز تقول انا عندي ثقة بنفسي I have self confidence يعني انا عندي ثقة بنفسي. تمام. رقم 3. رقم 4 he is a friend he always supports me. هو دائما يدعمني. supports me يدعمني زي helps me كده، يبقى يساعدني. بس support دي كلمة يعني أحسن شوية. يبقى he is a friend هو إيه؟ صديق إيه؟ طبعا جايب لي اسم friend هنا اسم وهنا يبقى أنا عايز هنا صفة. يبقى هو صديق إيه؟ strengths اللي هي نقاط القوة ولا real صديق حقيقي؟ هتكون صديق حقيقي لأنه إيه؟ supports me بيساعدني وبإيه أبطال؟ وبيدعمني. تمام؟ دي كلمات في غاية الأهمية. نيجي بقى عند الكلمات الإكسترا أو الكلمات اللي ممكن تكون عدت علينا قبل كده وشفناها قبل كده كتير. يسلك أو يتصرف act العطف أو الطيبة kindness شخصية. ولكن الشخصية دي أبطال شخصية في مثلا في قصة مثلا في مسرحية في فيلم كده character خدناها قبل كده. popular مشهور shape شكل طبعا خدنا كمان دول قبل كده. يرتدي أو فستان اللي هي معناها إيه أبطال؟ اللي هي معناها dress. وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا غريب strange دي كلها كلمات بقى ايه؟ مراجعه. ولكن اهم مربع زي ما قلت لك المربع اللي فوق. يتغلب على overcome يحرز score believe اهي believe مش believe يعتقد او يصدق او يؤمن.
stressed اللي هو مجتهد أو مجهد أو مرهق. قوة power، قوة يعني إيه power. يذكر remind يعني حد بيفكرك بحاجة. واثق من نفسه هنا بقى الصفة confident. تقول مثلا أنا واثق من نفسي I am confident I am confident I am confident. أنا واثق من إيه؟ من نفسي. تحدي challenge يعني تحدي يعني تحدي. أهداف في الحياة goals أو purposes اللي هي أهداف أو أغراض في الحياة. يؤثر على affect لاحظ إن هي بالإيه وهنا فعل يؤثر. طب تأثير بالإيه effect اللي هي إيه أبطال تأثير هنا اسم. realness اللي هي حقيقة أو واقعية. die اللي هي إيه أبطال يموت. die اللي هي يموت. نشوف كلمات الدرس الثاني. journey اللي هي رحلة طويلة. traditions اللي هي عادات أو تقاليد. influence تجيب معنا يؤثر أو تأثير. تمام. honestly يعني بأمانة أو بصراحة. يدرك يدرك يعني إيه realize كلمات مهمة جدا. يحتفل celebrate كل دي كلمات خدتها أعتقد في أولى إعدادي وتانية إعدادي خدتها أكيد أنت خدتها. يكتشف explore ثابت fixed يعني ثابت. ملهم أو محفز inspiring تقول مثلا this movie is inspiring أو this story is inspiring يعني القصة دي أو الفيلم ده ملهم أو محفز. تجربة أو خبرة experience تجربة أو خبرة يعني إيه أبطال يعني experience. تمام. الطب يعني إيه medicine يعني الطب. يصف أو يشرح describe. التطوع طبعا خدناه كتير قوي. volunteering يشجع encourage ما تقولش encourage لا encourage. نصيحة يعني advice يعني نصيحة. في كلمة تانية يعني ممكن تتلخبط منها وبين advice دي device دي على بعضها كده أبطال معناها جهاز اسم يعد. device معناها جهاز. مش لازقة في كلمة device دي معناها جهاز واسم يعد فقلنا إنما advice هنا نصيحة. support patient وبتيجي برضو بمعنى مريض. بتيجي بمعنى إيه أبطال مريض patient. اختلافات differences يعني اختلافات. يدعم support بتساوي help طبعا بس انت لازم بقى انت كبير فلازم تعرف support. صفة او ميزة quality صفة او ميزة وبتيجي بمعنى برضو ايه جودة. curiosity اللي هي الفضول. curiosity اللي هي الايه ابطال الفضول. طبعا لازم نحفظ تصريف الافعال بتاع يونت 1 لانها مهمه جدا 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 لان عندنا المضارع التام والمضارع التام بستخدم معاه التصريف الثالث. تمام. يشعر feel الماضي منه felt والتصريف الثالث ده اللي احنا عايزينه بقى felt برضه. يجد او يكتشف find. طب وجد found وبرضه التصريف الثالث found سهله اهي. ينمو او ينضج grow او نما او نضج grew. طب التصريف الثالث grown. overcome يتغلب على overcame بالايه هنا تغلب على وهنا overcome برضو التصريف الثالث. make يجعل أو يصنع هنا made بس انا مش محتاجه حاجه. يعتقد think وعندي thought وعندي ايه thought. دول مهمين جدا 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 لازم تحفظهم في كل درس لان انت عندك الوحده الاولى وفي واحدة تانية جاية إن شاء الله معتمدة على التصريف الثالث للأفعال اللي أنت المفروض تحفظها. تمام. نشوف بعد كده بقى أبطال بعض التعريفات اللي في غاية الأهمية. identity يعني identity الهوية. identity شوف بتتكرر كل شوية فأنت ركز معايا. identity يعني who a person is يعني الهوية أو من يكون الشخص ده هويته إيه. who a person is. value اللي هي قيمة أو يقدر أو يقيم. have a high opinion of something or someone or something اللي أنت يكون عندك رأي في شيء ما أو high opinion اللي هو رأي حلو في شخص ما أو شيء ما بتقيم ده حاجة قيمة وكويسة. background اللي هي خلفية اجتماعية أو النشأة بتاعتك. where someone comes from من أين أتى شخص ما يعني إيه الخلفية بتاعتك. تمام. self discovery اللي هي اكتشاف الذات
اكتشف ذاتك، اللي هي learning more about who you are، انك تتعلم عن نفسك. who you are، من انت. learn more about، تتعلم مزيد عن who you are، من تكون. تمام. self discovery، self ايه يا ابطال؟ discovery. يبقى الاربع كلمات دول مهمين جدا. identity هويه، value قيمه، وعند background اللي هي خلفيه اجتماعيه، وعند self discovery اللي هي ايه يا ابطال؟ اكتشاف الذات في غايه الاهميه. تمام. متلازمات لفظيه عندي بقى solve problem، solve a problem اللي هي حل مشكله، solve a problem. يشارك في معرض enter a fair، enter a fair، enter a fair. يحافظ على ثقته بنفسه stay confident، stay confident. يبقى عالقا في الذهن stay in mind، stay in mind. تمام. stay in mind. يواجه تحدي اللي هي face معناها واجه، انما هنا معناها يواجه، معناها ايه؟ يواجه. face challenge، face challenge. يكتسب الثقة بالنفس build أو gain confidence. تاني build أو gain confidence. يبقى الثقة بالنفس بتاخد فعلين build أو gain، يكتسب أو يبني الثقة بالنفس بتاعته. يشعر بالثقة بالنفس feel confident. لما تقول I feel confident يبقى أنا أشعر بالثقة بنفسي. لما تقول I feel stressed يبقى أنا أشعر بالإيه؟ بالتوتر. أشعر بالإيه يا أبطال؟ بالتوتر. مهم جدا جدا الكلمات دي. نيجي بقى عند السينونيمز والانتونيمز. واحد يقول لي يا مستر انا هفضل احفظ كل ده؟ لا، ما تحفظش كل ده. انت مش مطالب منك تحفظ كل ده، انما ايه المطالب مني يا مستر؟ عشان بس ايه نبقى واضحين والكلام يبقى معقول بس. يعني حتى في الثانوي مش مطالب منك تحفظ كل ده. انت عندنا هنا بعض الاسئله، عندنا كام سؤال؟ 6 اسئله هنجاوب عليهم، واللي تجينا نحفظها سواء في البريفكسز او السفكسز او السينونيمز والانتونيمز. تمام. تعالى نحل اول سؤال واقول لك تعمل وقت. بقول لك هنا the suffix ens اللي هي ens in confidence changes the word into a او an. عندي ens هنا. تمام. هي هنا تكون الاسم من الصفه ence، لو تكون الاسم من الصفه. هنا كونت هنا الايه؟ confidence اللي هي ثقه، اللي هي هنا ايه؟ اسم. يبقى confidence دي ابطال ايه نوعها؟ ايه نوعها؟ noun، يبقى هتكون noun. طبعا adjective يعني صفة، لازم تعرف الكلمة دي adjective. وadverb يعني ظرف أو حال، ظرف أو حال. verb اللي هو فعل، verb اللي هو إيه؟ فعل. لازم تعرف الكلمات دي. تمام. The earth and the sun are unique. كوكب الأرض والشمس يكونا unique اللي هم فريدين من نوعهم أو مميزين يعني. The antonym of unique مضاد كلمة unique يعني فريد من نوعه، عايز ضدها. مش فريد من نوعه، صح كده؟ او اللي هي حاجه شائعه او عامه. complicated معقد، دي بتساويها normal اللي هي عادي، ولا irregular اللي هي غير منتظم، حاجه فريده برضه، ولا formal اللي هي رسمي. عايز عكسها هتكون normal. هتكون ايه يا ابطال؟ normal. طب تيجي كده نشوفها في الكلمات ولا لا؟ تعالى كده نشوف. فين unique؟ اهي unique بتساوي السينونيم بتاعها المرادف different rare وسبيشال. طب ايه بقى مضادها؟ عادي normal او ordinary او common. تمام. احفظ دي، علم على دي، علم على يونيك، علم على يونيك. وبرده strength مهمه جدا. so power وعكسها weakness، احنا خدناها اصلا في الكلمات فانت مش محتاج يعني، فاهم؟ تمام. تعال نشوف اللي بعد كده. stressed يعني مضغوط او مجهد او مرهق. انت مثلا رجعت من يوم شديد من الدروس تقول لي oh my god I feel stressed، انا اشعر بالايه؟ اشعر بالاجهاد، او انا مرهق، او انا مجهد. تمام. can have the same meaning of، ليها نفس المعنى مع كلمه ايه؟ weak ضعيف، ولا sure بالتاكيد، ولا worried قلق، ولا relaxed اللي هو مسترخي. المعنى بتاع ايه يا ابطال؟ بتاع worried اللي هو برضه ستريس بتيجي بمعنى يعني مضغوط او مرهق او مجهد. تمام. فهنا worried برضو معناها قلق او مجهد، حتى لو ذهنيا، او مجهد. تمام. او قلق. تمام. يبقى هنا مضغوط stressed، عندي worried و anxious برضو بتسويها، تحفظ دي. عكسهم ايه بقى؟ quite هادئ و relaxed. quite هادئ وايه؟ و relaxed. يبقى احنا كده خدنا 1 2 3. تمام. تعالى نشوف وخدنا دي كمان. weaknesses اللي هي confidence. تعال نشوف اللي بعدها. We can form the noun from the adjective individual by adding the suffix a. يمكننا أن نشكل form يعني يشكل. تمام. الاسم من الصفة individual يعني فردي.
عايز الاسم منها هضيف لها ايه؟ احنا حفظنا الكلمة اصلا individuality حفظناها، فهنختار ايه؟ ITY individuality. تمام. the prefix self اللي هي البادئة اللي هي self معناها النفس. in self respect في كلمة احترام الذات أو احترام النفس means related to متعلقة بالإيه أبطال؟ others الآخرين، ولا thinking التفكير، ولا people الناس، ولا oneself يعني oneself يعني نفس شخص ما. متعلقة ب oneself بذات شخص ما. oneself يعني ذات أو نفس أو شخصية شخص ما. تمام. the suffix form the noun from the adjective kind. ولكن هنا suffix النهاية أو الناهية اللي احنا بتشكل الاسم من كلمة kind. احنا خدناها kindness اللي هي kind يعني عطوف، kindness يعني طيبة. kindness يعني ايه؟ يعني طيبة، فهقول kindness. دول بس اللي انت تعرفهم. طب واحد يقول له يا مستر انا هعرف دي وخدنا دي، تمام، وخدنا دي وعرفنا دي اللي هي بالاشاره، اشاره للنفس وكده، تمام، وخدنا التلاته دول. احفظ التلاته دول بس. هنا لو قابلنا في الدرس الاول والثاني وفي الحل اللي احنا بنحله حاجات تانية غير دول هنحفظهم برضه ونعرفهم، ولكن اعرف دول بس عشان ما تزودش على نفسك وترهق نفسك. تمام. وده مهم جدا 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 اللي انت ما تضغطش على نفسك واعرف اللي بيجي بس، ومع الوقت هتلاقيهم كتير وبداوا ايه يتكرروا معاك. تمام. طبعا دي المعلومة اللي احنا قلناها advice و a device. هنا advice نصيحة، و device اللي هي ايه أبطال؟ جهاز اسم يعد له وظيفة وكذا. تمام. تعالوا بقى يا أبطال نشوف مع بعض الأسئلة، وركز معايا جدا جدا جدا. ركز معايا واحدة واحدة وشوف الكلام بيتقال ازاي. encouraging your children اللي هي encouraging يعني تشجيع. encouraging تشجيع your children أطفالك. encouraging your children and supporting them ودعمهم gives them great بيديهم أو بيمنحهم إيه عظيم to do well ليقوموا بأداء جيد أو يقوموا بشكل جيد. بيديهم إيه؟ إنك تشجع حد وتدعمه، ده بيدي أبطال. disappointing إحباط طبعا لا. confidence ثقة بالنفس أيوه confidence. weakness نقطة ضعف لا. look مظهر أو يبدو طبعا لا. محمد صلاح is simple. He was born into a simple family. محمد صلاح إيه بتاعته كانت أو تكون بسيطة، هو ولد في عائلة بسيطة. يعني بتكلم عن إيه بتاعت محمد صلاح؟ belief يعني اعتقاد لا. background النشأة بتاعته أو الخلفية الاجتماعية أيوة. value قيمة طبعا لا. travels سفريات لا. being quiet is not a point it's but it is a strength one. كونك هادئ being هنا معناها كونك هادئ is not a ليست ايه نقطة ايه it is strength one إنها نقطة قوة، يبقى هي ليست نقطة ضعف. weakness it's not a weakness point ليست نقطة ضعف. it is strength one نقطة ايه قوة. strength قوة مش هتنفع. confidence الثقة بالنفس مش هتنفع. unique فريد من نوعه برضه مش هتنفع، ملهاش علاقة بالحتة دي. ولكن confidence and patience are great of any leader. confidence الثقة بالنفس، شوف كل شوية بيتكرر ازاي، ركز معايا. confidence patience والصبر are great الاتنين بيكونوا ايه عظيمان أو عظيمتين of any leader في أي قائد. jobs دول وظائف لا مش وظائف. values قيم ممكن. roads طرق طبعا لا. hobbies هوايات طبعا لا. هي هتكون values اللي هي قيم جيدة في أي قائد. so much homework usually makes students feel الواجب الكتير عادة يجعل الطلاب يشعرون بالإيه؟ strange غريب طبعا لا. happy سعيد طبعا لا. stressed مضغوطين أيوة. honest أمين ملهاش علاقة. people usually those who do something useful like scientists. ولكن الناس عادة those بيعملوا ايه في هؤلاء اللي بيعملوا شيء مفيد مثل العلماء بيعملوا فيهم ايه؟ hurt بيؤذوهم hurt هنا hurt يؤذي لا. damage بندمرهم لا. value بنقدرهم أو نقيمهم يعني بنديهم قيمة أيوة. value هنا يقيم مش قيمة. يقيمهم يعني بنديهم قيمة ونديهم وضعهم.
pollute بنلوثهم؟ طبعا لا. What do you think ليلى faced؟ face كنا خدناها اللي هي يواجه تحديات، وبقول لك هنا ما ايه اللي ليلى تعتقد اللي هي بتواجههم او واجهتهم؟ يبقى فيس ايه؟ colors الالوان، هتواجه الالوان؟ لا. challenges تحديات، ايوه challenges اللي هي التحديات. confidence الثقه بالنفس، هتواجه الثقه بالنفس، مالهاش علاقه. shapes اشكال، برضه مالهاش علاقه. ولكن هنا ايه؟ when you know where someone comes from، عندما تعرف او تعلم من اين اتى شخص ما. this means you know their، هذا يعني اللي انت عارف ايه عنه. underground تحت الارض او مثل الانفاق؟ طبعا لا. باك جراوند نشأته او خلفيته الايه الاجتماعيه. فاليو قيمه، ملهاش علاقه. سيتويشن موقف، برضو ملهاش علاقه. To means to have a high opinion of someone or something، اللي انت يكون عندك كلمه هنا معناها اللي انت يكون عندك راي مهم او راي يعني بتقدر فيه شخص ما او شيء ما. هنا انت بتعمل سكور، بتسجل هدف. لا فاليو بتقيم او تقدر شخص ما وتضعه في مكانه كويسه او شيء ما، ايوه هنا فاليو. انتر يدخل، مش هتنفع. ستي يبقى، مش هتنفع. سيلف ايه الذات؟ means learning more about who you are، انك تعرف المزيد عن من تكون. هنا انت بتكتشف الذات، يبقى سيلف ايه؟ سيلف discovery. سيلف discovery. being encourageous and confident، كونك مشجع او اللي انت متحفز ومتشجع على طول، تمام. وكونفيدنت اللي انت courageous برضه بتيجي معنى شجاع، شجاع وواثق من نفسه. is a good تكون ايه؟ جيده. for building your character لبناء شخصيتك. انك تكون شجاع وواثق من نفسه، دي بنسميها ايه يا ابطال؟ equality. لاحظ ان equality معناها المساواة. equality معناها المساواة. quality معناها زي ما قلنا ميزة أو صفة، تيجي معنى جودة. فهنا confident و courageous هنا دول إيه يا أبطال؟ دي صفات جيدة، دي صفات جيدة، يبقى quality. device قلنا اللي هي جهاز، مش هتنفع. difference اختلاف، مش هتنفع. he has a strong will. will هنا معناها إرادة، تمام. ولو جت will مستقبل يبقى معناها سين أو سوف زي ما احنا عارفين. he can his illness and get better. هو he has a strong، هو عنده إرادة قوية. he can هو يستطيع إن يعمل إيه في مرضه ويتحسن. repeat يكرر، ولا overcome يتغلب على، ولا support يدعم، ولا believe يؤمن؟ طبعا هتكون overcome يتغلب على مرضه وإيه أبطال ويبقى أفضل. means who a person is تعني من يكون هذا الشخص، اللي هي إيه أبطال؟ identity اللي هي الهوية. identity اللي هي إيه؟ الهوية. means to have a high opinion of someone or something، إن يكون عندك رأي كويس في شيء ما أو شخص ما. هنا value لسه قارئينها فوق، value اللي أنت بتقيم أو بتقدر شخص ما بالقيمة بتاعته، تمام. language notes مهمة جدا. smoking has a bad on your health، التدخين له إيه سيء على صحتك، اللي أنا قلتها لك. affect تأثير، سوري هنا affect يؤثر، هنا فعل يا أبطال. إنما أنا عندي صفة هنا bad وعندي يبقى عايز هنا اسم، يبقى effect بتساوي إيه؟ influence اللي إحنا قرأناها، يبقى effect. شفت المحصلة اللي بكتبها لك؟ مهمة جدا جدا جدا، تمام. in my opinion في رأيي the computer is the most important. دي برضه أنا كتبتها لك. الكمبيوتر في رأيي يكون أفضل إيه أبطال، أو الإيه الأكثر أهمية؟ advice ينصح، لا device. device اللي هي اللهم صل على محمد جهاز، ولا advice نصيحة، ولا device بالإس اللي هي يبتكر، يبقى هي device بالسي. device اللي بالسي جهاز، device اللي بالسي. شفت النقطتين اللي أنا قلتهم لك جم في الأسئلة. عايزك تركز معايا، تعمل اشتراك وتعمل لايك عشان باقي الأسئلة توصل لك إن شاء الله. لسه في أسئلة؟ لا ما عادش أسئلة. إن شاء الله في الفيديو الجاي نشرح المضارع التام، وعايزك كده إيه تركز معايا وتثبت معايا، وإن شاء الله كل حاجة تبقى تمام. كان معكم مستر عمر موافي، أشوفكم على خير فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.